موضوعنا النهارده عن الوحدة الوطنية. طبعا ضيفي وضيفكم النهارده سيادة اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. معانا الأستاذ جرجس صفوت نيابة عن الأستاذ طلعت السادات ونيابة عن نفسه أيضا. أهلا بيك يا أستاذ جرجس. معانا فضيلة الشيخ رفعت عبد الحميد حسن. أهلا بفضيلتك. أهلا بيك مرحبا. احنا النهارده الملف شائك، سنتحدث به أو عنه من البداية. طبعا هنعرف البداية من سيادة اللواء فؤاد علام، وأنت الملقب بأخطر لواء في مباحث أمن الدولة. يا ستار. سيادة اللواء، نبتدي التطرف الفكري والغزو الثقافي للمجتمع من أين بدأ؟ لا دي قضية تانية، أنا مش فاهم أنت عاوز هتتكلم عن إيه؟ عن الموجة الإرهابية اللي إحنا عانينا منها. أيوة. في الستينات والسبعينات والخمسينات. نبتدي من الستينات. ولا هو بدأ. أنا يهمني أن أنا أوصل رسالة للناس يبقى مفهوم فيها. هذه الموجة الإرهابية ليست مرتبطة بالدين الإسلامي كما يزعم البعض، وكما يحاول أن يغذي هذا المفهوم في رأي عام عالمي، وللأسف نحن ساهمنا فيه بقدر. الموجة الإرهابية اللي احنا بنعاني منها في العصر الحديث بدأت بعد الحرب العالمية الثانية. عفوا سيادة اللواء، نحن ساهمنا فيه بقدر، مين اللي ساهم فيه؟ كلنا. ازاي؟ كل المجتمع. ازاي؟ أدي لك مثلا، انتوا الإعلاميين. أي. أول ناس وصفوا الجماعات الإسلامية بأنها الجماعات الإسلامية الإرهابية. مجرد هذا اللفظ خطأ، لأنه لا يوجد إرهاب في الإسلام ولا في أي دين، ولا في المسيحية ولا في اليهودية. استغل هذا التعبير من الغرب، من الصهيونية العالمية، لترويج أن الإسلام هو الإرهاب. هذا مثل صغير جدا. يعني الخطأ بدأ من عندنا احنا؟ لا مش من عندنا، لا أنا بقول لحضرتك بداية الموجة الإرهابية الجديدة مرتبط بالحرب العالمية الثانية. تمام. عندما أدرك عموم المواطنين والشعوب بأن حل الصراعات السياسية من خلال الحروب التقليدية يمثل خطرا لاحتمال أن تتطور هذه الحروب إلى حروب نووية. فبدأوا يفكروا في حل الصراعات السياسية من خلال أساليب أخرى. فكانت التنظيمات السرية اللي احنا بنسميها المنظمات الإرهابية بدأت في أوروبا، في أمريكا، في جميع دول العالم، ثم انتقلت إلينا في مصر بعد حرب فلسطين سنة 48 لظروف معينة. فالموجة الإرهابية مرتبطة في العصر الحديث بالحروب العالمية. إذا كنت بقى بتعني ما عانينا نحن في المنطقة من أفكار هي هذه المنظمات في تأسيسها وفي أيديولوجيتها سياسية بالدرجة الأولى. تمام. ولكنها في منطقتنا حاولت أن تتستر برداء الدين، ووجدت في التاريخ الإسلامي بعض المفاهيم التي اندحرت وحوربت من علمائنا وأئمتنا وخلفائنا، اللي هي أفكار الخوارج اللي كانت في زمن سيدنا عثمان ومولانا طبعا أكثر مني قدرة فيها. هم استعانوا أو حاولوا يستعينوا ببعض الأدلة الفقهية الخاطئة، الاستدلال الخاطئ، لكي ما يبرروا أعمالهم الإجرامية اللي بتستهدف تحقيق آمال سياسية معينة. تمام. ده باختصار شديد. تمام. طب احنا أستاذ جرجس، انت شايف ايه المشكلات او التطرف اللي موجود في الفكر المسيحي؟ هو بداية النهارده انا بتكلم كمواطن مصري مسيحي. نعم. وبركز على كلمة مصري مسيحي. نعم. موجود جوه مصر، ليا حقوق وليا التزامات واجبة عليا، المفروض ان انا بأديها وباخد حقوقي مواطنة كمواطن. النهارده اللي بيحصل واللي هو سايد ان احنا بنتكلم ان بنقول في وحدة وطنية. الوحدة الوطنية لغاية وقتنا هذا أنا مش لاقي معنى لكلمة الوحدة الوطنية حقيقة. يعني أنا قعدت أفكر فيها كتير على الوحدة الوطنية. هو في ترابط وفي محبة، والدليل على كده إن إحنا كأسر مسلمين ومسيحيين بنعيش مع بعض. نعم. في بيت واحد، في مكان واحد، بنطلع نحارب مع بعض. الدم في النهاية بيبقى واحد. ولكن اللي أنا عايز أعرفه النهاردة لما يتعرض بعض الأسر في أي مكان، وما بذكرش واقعة معينة بالذات، للاعتداء وللضرب، واحنا المفروض ان في بيننا وبين بعض محبه،
وفي ود. ما احنا هنا نفسر بايه بقى بنقول حضرتك بنقول بعد ان كده؟ ده غزو ثقافي وفكر، يعني ما اللي هو- زي ما بيقولوا ما هو المصارين في سعادتك البطن، أنا بالبلدي النهاردة بيقولوا المصارين في كلام البطن جميل. احنا بتتعارك. بنقول ان الغالبيه العظمى هو في ثقافه، هو في الدليل على كده ان بعد الحادث اللي حصل في ناجي حمادي اصدقائي مسلمين بكوا. طبعا كلنا. ما انا بقول لحضرتك شعور طيب. شعور طيب. لا، احنا شعور النهارده بقى لما اجي ابص الاقي هذا الكلام يحصل في ليله عيد واحنا رايحين نعيد، واللي جايب حاجه جديده واللي منتظر يرجع لاهله ويفاجئ بهذا الكلام. سعادتك احنا في مجال شغلنا انا بدافع عن شخص مسلم او شخص مسيحي، ملهاش علاقه. لو الشخص المسلم اتضرب في الشارع بالنار او حصل اي حاجه لا تعليق، المسيحي نفس الحكايه، ولكن متعلقه النهارده ان الراجل ده داخل مكان العباده بتاعه، طب ما داخل يصلي في إحنا- المكان. إحنا- هم اين الامن والامان؟ عفوا مع احترامي لحضرتك، اين الامن والامان لراجل خارج من بيته داخل ان هو يصلي وبعد كده يروح لبيته سالم امن؟ الكلام ده فين؟ النهارده احنا بنقول في وحده وطنيه، ما انكرش هذا الكلام. واخد حقك ماشي، واخد حقي، ولكن عايز اوصل للنتيجه النهارده. حد يقول لي ايه هي معنى مفهوم الوحده الوطنيه بعد ما يحصل كل حادث وننتهي في النهايه احنا وحده وطنيه وايدينا في ايدين بعض. ومفيش ابسط. هقول لسعادتك على حاجه، ماتش كوره خدنا فيه بطوله، نزلنا كلنا في الشوارع وتلمينا مع بعض، فرقت دي ما واحد- بين مسلم ومسيحي؟ لا مفيش. ما انا فرقتش. عايز أنا اوصل حتى لك. وقتنا هذا حضرتك ما بفرقش. انا ما بفرقش بين المسلم والمسيح. انا عايز اقول الوعي الثقافي مش موجود. الطفل النهارده اللي طالع بيترعرع في اسره ما فيش وعي ثقافي يقول له ايه هو المسيحي ايه هو المسلم. لا، هذا ده الكلام سبب، غير لان موجود. احنا الجيل بتاعنا عشنا كأن احنا كلنا واحد، ما نعرفش ايه هو المسلم وايه هو المسيحي. إطلاقاً. يعني يمكن الغزو الثقافي واللي دخل على بلدنا وطرأ علينا هو اللي فرق ما بيننا. طب ما انا بتكلم سعادتك في النقطه دي ازاي النهارده. الفكر المتطرف ده بقى إيه؟ انا في وجهه إزاي؟ نظري ان ده جاي من الخارج. عشان هقول لحضرتك على حاجه، احنا لما نكون كتله واحده، احنا لازلنا واحد احنا واحد كتله احنا واحده كتله فعلا. واحده، واحد عايز يدخل بينا يعمل ايه؟ اجي اضرب في النص افرق الاثنين عن بعض. مصداقا حلو لكلامك الكلام؟ ده، مصداقا مفيش لكلامك حاجه ده. النهارده تنهار النظام اللي احنا موجودين فيه حاليا غير مسيحي ومسلم. نسمعها في الشارع، مسيحي عمل كذا، المسلم عمل كذا، ولكن بقى نرجع الاهلي برضه والزمالك، بقوا الاهلي والزمالك بالبلدي. لا، احنا مش فرقتين يا جماعه، احنا فرقه واحده لكيان واحد. لكن كل اللي هم بيحاولوا يعملوه بيحاولوا ان يفصلوا الروح عن الجسد. المسلم والمسيحي هم الروح والجسد في هذه الارض المصريه. انا بسال سؤال، المسلم النهارده اللي نزل ضرب اخوه المسيحي اللي خارج قدامه وفي بلده رايح يعيد في اي بلد كان، النهارده فين الرحمه بالناس دي؟ وانا بفكر فكري ده جاي منين؟ انا ليا فكر جاي من بره. بالظبط. ما بس احنا هنا توعبه من اللي بره. عمل القصه كلها يمكن يافت الانبا بسنتي كان موجود معانا، عيل مسجل، وده اللي كان قاله برضه سياده اللواء حازم حمادي. قال ان ده عيل مسجل هو اللي عمل هذه المشاحنه. طب العيل المسجل هل ده هي صح؟ مأجور من معلش، هو مين؟ معاليك انا عايز اقول لحضرتك على اتفضل. حاجه. النهارده بيوصل في الجرايد وكلنا قرينا في الجرايد ان هي صقر. احنا نعرف ان الجماعه الصعايده واحنا ناس من الصعايده بياخد الطار من الشخص او من اهله. هل السته اللي اتضربوا الشباب دولت هم من اهله؟ هم مش من اهله. اذا احنا بنقول ان دي واقعه انها صقر، ولكن احنا لو بحثنا في جواها هنلاقي وراها حاجات تانية كتير. واحنا عايزين بقى نبحث ونخش ونغوص كي والله نصل ده الى الحل. سعادتك دور الامن، واخد بال ودور سعادتك. الدين. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، ما هو دور الدين ده توعيه سواء كان للمسيحي او للمسلم. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا في الكنيسه وانا بقولها صراحه قدام الناس كلها دلوقتي، احنا بنخش الكنيسه ما فيش في يوم من الايام اب كاهن قال لنا لا امسك سلاح واطلع اتخانق. وكذلك في الاسلام. انا بوضح لحضرتك فيما يخصني، فبوضح انا ما عنديش هذا الكلام. عندي توعيه يوميه وتوعيه اسبوعيه. لما بروح الكنيسه بيطلع اطفالي على هذا الكلام، واخد بال حضرتك معايا، بيتوعوا على هذا الكلام، ان يكون بالنسبه لنا في محبه للطرف الثاني ايا كان. فما عندناش مشكله في النقطه دي، ولازم يكون في المقابل هذه التوعيه عشان الجيل اللي طالع بينشأ. ايضا في المقابل ايضا هذه التوعيه. فضيله الشيخ رفعت، هل التوعيه موجوده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التوعية يا سيدي موجودة، وأنا كما تقلم الأخ الفاضل أمثل ذلك بحديث عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن جماعة كانوا في سفينة، فأصاب أحدهم أعلاها وأصاب أحدهم أسفلها،
الكلام اللي بيقوله الأخ دي اللي حصل دي فتنة. والله إننا لنسيج واحد في وطن واحد تحت قيادة واحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عن السفينة: فأصاب أحدهم أعلاها وأحدهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يريدون أن يستقوا الماء، فكانوا يمرون على من فوقهم، فقال من هم في أسفلها: ما ضرنا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نتعب من فوقنا، فلو تركوهم وما فعلوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولكن أخذوا على أيديهم فنجوا ونجوا جميعا. الأمر إن هذا إن حدث في أي وقت فده فكر بعيد عن روح الإسلام. نعالج الموضوع ده إزاي بقى؟ نعالج الموضوع ده إزاي؟ زي ما بقول لك أننا في وطن واحد، وأنا راجل أولا يعني قربت على 50 في بلدنا وفي مركزنا. ما كنا نعرف زمان ما فيش فرق ما بين مفيش. مسلم ومسيحي لأن كلنا واحد. والله إني لأعلم، تمام. والله إني هل لأعلم أنت تكن للأستاذ جرجس شيء؟ كن له كل خير. هل أنت تكن نفس لفضيلة الشيء. الشيخ؟ كله خير. وأنتم ما تعرفوش بعض اللي في انا قعدتكم عايز اقول دلوقتي. لحضرتك على حاجه، واحنا كمصريين على فكرة عايشين انت إيدينا لما في إيدين بعض، تعاملات، لا مفيش فرق. انا سلمت عليه في الريسبشن، والان لما نطقت اسمه انا سلمت عليه ثانيا. هذه هي المحبة. نعم. معايا اتصال تليفوني من الأستاذ صلاح. أي السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا هدخل في الموضوع على طول حضرتك. مرحبا بالضيوف عند حضرتك. أهلا بيك. لكن أنا شايف إن المشكلة دي مش هتتحل بالمظاهرات الكلامية اللي بنقولها ورا كل حد. طبعا. أنا من الصعيد وأنا عارف اللي حصل إيه. أقسم بالله العظيم إن القاعدة القانونية في الدولة ما بتدي المسيحي حقه. أنا عندي واحد عشان يعمل فيشة في كنيسة، أنا مسلم ومدير إيرادات شركة مياه الشرب بمحافظة السوهاج. أنا شفت قدام عيني عشان يعمل فيشة كهربائية يبلغ عنه الغفير تتنقل المباحث ورئيس المباحث وكل القيادات على أساس إن الراجل ده بيهد في شيء في الكنيسة ويتعامل. لا، القاعدة تتغير من الجذور والناس دي تاخد حقها فعلا في دور العبادة. هم واخدين حقهم وكل حاجة. يمكن احنا هنستمع سويا إلى تفسير سيادة اللواء فؤاد علام لهذا في نقطة ثانية ممكن حضرتك؟ اتفضل. في اختلاف في الموروث الثقافي بيننا وبين المسيحيين. نعم. بين الإسلام والمسيحية. الموروث الثقافي في إيه؟ بالنسبة لإيه حضرتك؟ أي. بالنسبة للعادات والتقاليد المسيحية. النهاردة أغلب المسلمين لا يتحدوا مع المسيحيين بالنسبة للقاعدة الثقافية في الشارع. البنات سفور وكذا 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 وكذا. واجب على الكنيسة. أنا سألت أكتر من حد في الكنيسة: هل المسيحية تبيح هذا اللبس الغريب في الشوارع؟ لا، القاعدة الثقافية بتتغير. معلش، ما احنا برضه هنتكلم على اللبس المسيحي. ما في اللبس برضه من المسلمين مطولين. هي مسألة سلوكيات وهو غزو ثقافي موجه. احسن لك النقطة. سيادة اللواء اتفضل. يتكلم وبرضه بعد اذنك في تعقيب يعني. بعد اذنك لو سمحت. معالجة هذه القضية على انها قضية فتنة طائفية جريمة ترتكب في حق مصر. نعم. ليست هناك فتنة وليست هناك طائفية وليس هناك عنصري أمة كما يتردد على ألسنة البعض. هذا هو بدأ صح وقال ده موروث اجتماعي أو موروث ثقافي. هو موروث اجتماعي أكثر منه ثقافي، لأنه هي مجرد خلافات. هذه الخلافات بتحدث بين المسلمين والمسلمين، بتحدث بين المسلمين والمسيحيين، بتحدث بين المسيحيين والمسيحيين. ولكنها عندما يكون هناك مسيح ومسلم هناك محاولة طبقا لمخطط صهيوني إمبريالي عالمي لقلبها ودفعها إلى أن تصبح فتنة طائفية. المعالجة مع الاحترام للي قاله الأخ ليست أمنية بالمرة. ده كبرى الجرائم إن احنا نعالجها أمنيا. ده لابد وأن تعالج اجتماعيا وسياسيا. نعم. لأن المعالجة الأمنية الأضرار اللي هتترتب عليها أكثر مليون مرة من عدم المعالجة حتى نهائيا. فالقضية ليست قضية جريمة عشان أعالجها بإجراءات أمنية. نعم. هذا خطأ. الخطأ الآخر عشان أوفر على الكل، هناك بعض السلبيات التي يجب أن تناقش بشفافية كاملة. السلبيات اللي وصلت شعور زي ما الأخ عبر
انه يتصور ان هناك نوع من عدم المواطنه. وبالمناسبه المواطنه لا، أنا ما باختصار، قلتش معلش على اكمل المواطنة. من فضلك. اتفضل حضرتك. المواطنه باختصار شديد ان كل المواطنين سواسيه في الحقوق والواجبات. نعم. اتحداك ان يكون هناك قانون او دستور او تصرف مسؤول في غير هذا الطريق من كل الاطراف. انما هناك بعض السلبيات اللي بتولد شعور لدى بعض الاخوه سواء في المسلمين او المسيحيين، شعور خاطئ، شعور لدى المسيحيين بانهم مضطهدين او انهم لا يحصلون على كافه حقوقهم، وشعور لدى المسلمين ان هناك مجامله للاخوه المسيحيين. لا هو احنا أو يمكن تفرقة. عفوا معلش انا ما تطرقتش للنقطه اللي حضرتك بتوضحها، انا بوضح ان احنا زي ما بيقول وحده وطنيه. انا عايز افهم مدلول الوحده أنا الوطنيه. بشرحها لك. معلش ما هو مدلول أنا الوحده بوضح الوطنيه في لحضرتك. اشياء كثيره في ثوره 19 معلش ما في حرب النهارده 73. النهارده حضرتك انت عشان ما أنت نضيعش بتحب- وقت والناس تستفيد ما هو إحنا والنبي برضه يستفيد. بنستفيد انا حضرتك انا يعني. انا رايي في آه. هناك سلبيات وهناك مفاهيم خاطئه في الطرفين. ازاي لدى نعالجها بس البعض يا من تليو؟ هذا بالشفافيه بالحوار. انا هديك مثل هيعترضوا عليه الاثنين. ايوه. المدارس، حصه الدين الاسلامي وحصه الدين المسيحي، هذه التفرقه تغرس في الطفل فكره الطائفيه اللي هو بيقول عليها. طب ليه؟ ايوه. هل يعلم الناس، مولانا اعتقد انه يعلم، ان الازهر الشريف كان يدرس فيه مجموعه من الاقباط من قبل 70-80 سنه؟ هل يعلمها في الازهر الشريف؟ ولم تكن هناك اي حساسيه. يمكن بعض الاخوه المسيحيين يقول لك لا ما تجبروش يخش لا ليه؟ وترجع تقول ان ده انا بغرس في الطفل فكره التفرقه الطائفيه وهذا خطأ. من المدرسه فعلا حاجه ما كانتش تخطر على دماغ حضرتك حد. ما احنا عندنا مدارس أي. النهارده مدارس راهبات فيها مسلمين هي عادي المية. موجود بالظبط فيها. كلنا هو انا شايف ان نحن الشكل اللي هو نحرص بيحول على الموضوع الحق بتاعي على ان اولادنا انا بمدارس بتكلم على التطرف. الراهبات ومدارس القديسين. يعني احنا واحد. ما هو حضرتك لأننا معلش هو في نسيب نقطه واحد. في نقطه هي ما فيهاش تفرقه لان مجال التعليم مفتوح. نعم. واخد بال حضرتك النهارده انا ما بتكلمش على حته المواطن، انا بقول انا مواطن طب مصري أنا مسيحي هسألك سؤال موجود. واضح وصريح وعلى الشاشه. اتفضل. تمام. هل هناك في الدين المسيحي ما يحض على الفرقه او الكراهيه؟ لا انا ما عنديش هذا الكلام تماما. سياده فضيله الشيخ لا يوجد. اديني مثال على المحبه. عن المحبة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له نصارى نجران في العام 10 من الهجرة سنة 631 ميلادية، فتح لهم باب مسجده ثم تركهم يصلون صلاة عيد الفصح وتوجهوا بوجوههم إلى الشرق، وعاهدهم صلى الله عليه وسلم لا تهدم كنائسهم ولا يعتدي عليهم أحد، وهذا عاما وهاما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يبقى احنا واجبنا ان احنا نطبق حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. والسلام ونتمسك بيه. نعم. انا عمري ما سمعت حد في الجامع قال ان احنا نطلع نهدم كنيسه، وكذلك في الكنيسه على الجانب الاخر انا عمري ما سمعت حاجه زي كده. بدليل ان معظم الاخوه الاقباط بيحرصوا دائما على مشاركه المسلمين في اعيادهم، والامثله كثيره. مش كده وبس، احنا لو حسبناها دي هنقعد اسبوع نتكلم فيه. ما احنا مش فرقتين. ما انا بقول لك لا هو مش فرقتين. اديني مثل احنا على العيد إن عندكم الله بالنسبه لنا محبة. عيد. اعطيني يعني مثال على ان الله محبه في الديانه المسيحيه. انا بالنسبه لي كلمه الله محبه دي هي المحبه، هو دخول الكنيسه ويعلموني جوه الكنيسه ازاي انا احب كل من هو موجود على ارض مصر. نعم. فهي دي محبه. نعم. معايا اتصال تليفوني من الاستاذ حسونه. السلام عليكم. مساء الخير يا احمد بيه. مساء النور يا فندم. مساء الخير يا احمد بيه. اهلا مساء بحضرتك. الخير على رجالتك الامراء الناس المحترمه. الله يخليك يا استاذ حسونه. احنا بنتكلم باللغه البلدي. احنا كلنا ولاد بلد. اللي اتربينا فيها في شبرا، اللي اتربينا فيها في شبرا، وانت اتربيت في السيده زينب وتربينا في وسط المسيحيين والمسلمين. نعم. في شبرا. في شبرا. ايوه. النهارده في حاجه اسمها انتوا هتقعدوا تحاوروا وهتتعبوا واللي في حاجه اسمها قله ادب، ولازم نشيلها من جذورها، لان احنا اهل وراضعين على بعض. نعم. واكلين مع بعض. كان زمان امي في رمضان ترد عليها تيتا ام ابراهيم من فوق تقول لها انت نشفت بطنها من الصيام. الله.
الله. فين اكلك الحلو؟ فين طعميتك؟ فين اكلك؟ فين عيشتك؟ فين فين الناس النهارده بقت صراع مادي قلة ادب، مش صراع حب في حب، في صراع مادي. النهارده المسيحيين الافاضل متهانين ليه؟ والمسلمين الافاضل متهانين وداخلين ما بين الرجلين ليه؟ زمان احنا كنا لا مؤاخذه نطلع لا مؤاخذه راح فين يا ريفين؟ راح الكنيسه. خديني معاكي، خدي معاكي محمد، وخدي معاكي ابراهيم، وخدي معاكي اسماعيل، وخدي معاكي فلان، وكنا اكل واحد وعيشه واحده واحترام واحد وادب واحد. سياده اللواء يفهم كده كويس. النهارده بعد احترام ليك تيجي تكلم المسيحي كلمتين يقول لك ايه؟ هعملها طايفه. هي دي مصر. تقول له لا ده مسيحي يا وده استاذ حسونه، مسلم. انا لا استطيع ان اتمالك نفسي أيوة من البكاء، لان هذه هي مصر. مصر التي يعيش ابناؤها من مسلمين ومسيحيين بروح الموده والحب والتسامح. بيحاول انه ينزع الروح من الجسد. مرفوض مرفوض مرفوض. انا بشكرك يا استاذ حسونه. ازاي خرج المسلم والمسيحي في ثوره 19 بيقولوا يحيى الهلال مع الصليب؟ ازاي دخل القسيس في قلب المسجد بيخطب؟ ازاي دخل الشيخ في دار العبادة ليقول أن روح محمد بن عبد الله وروح عيسى عليه السلام ترفرف في هذا المكان، كما أني أستشعر الآن ويستشعر المشاهدين أن روح محمد بن عبد الله وروح عيسى عليه السلام ترفرف في هذا الاستوديو، في هذا المكان، لكي نقول جميعا أن الوطن واحد والدين لله. كنت ضابط في القوات الجوية مجند، كان معنا المقدم باهر بطرس فرج. أقسم بالله كان يفطر معنا في رمضان، وكان هو اللي يصحينا للسحور في مطار الغردقة في الثمانينات. أقسم بالله ما أجمل أن ترتقي ما أكل بين عساكره، ما أكل يوما، ويأتي ويفطر معنا. يعني انت دموعك جميله قوي سيدنا الشيخ. لو الكاميرا جابتك هتشوف قد ايه الوحده الوطنيه. ويشغل القران الصبح عشان يصحينا. اكرمه الله واكرمنا جميعا على هذه الارض الطيبه المباركه، وبارك الله في قائدها وبارك الله فيكم جميعا. نحن مسلمون ومسيحيون نأكل من معين واحد ونشرب من نيل واحد ونصلي كل في مسجده وكنيسته. هذه الثقافة التي زرعها بعض المتطرفين وأنصاف المتعلمين الذين لا يعلمون من الدين شيئا، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين، هذه الثقافة يجب أن تمحى من جذورها. نعم. وأن تغلظ القوانين بشكل فعلي. ما ده اللي سيادة اللواء بيقوله. بشكل فعلي، ليس بالكلام يا أستاذ أحمد، ليس بالكلام. رحم الله القائل: عيسى أخوك محمد وكلاكما بان وشائد. فالمسلمون في المساجد والنصارى في الكنائس الله كلهم لله ساجد. ألم يك آدم واحد؟ أليس دين الله واحد؟ جعلوا قواعد للحياة، هل الحياة لها قواعد؟ متشكر جدا. أشكرك يا دكتور. يمكن أنا مش لاقي حاجة أقولها أكتر من إن نخلي بالنا ده فكر دسيس على مجتمعنا، دسيس على المصريين، ولن أقول الأقباط والمسلمين. تتفق معايا في هذا المقولة يا أستاذ جرجس؟ هو أنا بتفق مع حضرتك، ولكن أنا ليا تعقيب بسيط. يعني هو إحنا عايز واحد بس يطلع يقول لي في إيه حصل من قبطي من يوم الواقعة دي أو قبليها لغاية النهاردة. يعني أنا شايف إن هو بيقول إن اللي حصل ده
بنشترك فيه، يعني احنا بنعمل كده وهم بيعملوا كده. هو هذا الكلام غير صحيح بالمره. احنا حتى احتجاجا، مش هنسميه احتجاج، تاثرا بالموقف، ايه اللي حصل بعديها؟ اخرنا ان احنا رحنا كنيسه والناس تجمهرت وتجمعت في سلم لا اكتر من كده. بالنسبه لهم في اذى نفسي، لان سواء انت مسيحي مسلم احنا واحد، والناس اللي بره في نجع حمادي هم الناس اللي في مصر، النتيجه واحده. النهارده في اذى نفسي حصل لكل شخص فينا موجود. كان في تجمع، الناس اخرها عملت ايه؟ لا مسكنا سلاح، لا مسكنا عصايه، لا كسرنا محلات. الصوره اللي احنا شفناها النهارده اللي كلنا بنحتج عليها هو ماجد ويليام، محل ماجد ويليام ده هو اللي بيتحرق. يعني ما فيش واحد مسيحي عمل تصرف. انت شفت دموع فضيله الشيخ؟ شفت طبعا دموع فضيله الشيخ. ليه؟ نبع من وانا ايه؟ اقدرها واحترمها، انا ما اختلفتش عليها. من ايه؟ من حبه للمسيحيين بالظبط. ولكن ما هو حضرتك النهارده في خلاف بسيط احنا عايزين نوصل له. ما احنا بقى الصوره اللي حصلت حلقات برنامج من عاجل وينفذ، أشخاص. حلقات برنامج عاجل وينفذ ليست لحل المشكلات فقط، لكن لدق ناقوس الخطر عندما يكون هناك خطر، سواء إذا كان تنبيه للمواطن أو المسؤول. طب أنا النهاردة حضرتك 3 أشخاص مهما كانوا هم مين اللي اعتادوا على الناس دي وهي رايحة تصلي. النهاردة ساء الوضع لكلنا، للمسلم وللمسيحي. المسيحي سبب له أذى وهو الراجل في حاله ورايح يصلي معلوش أي جرم. إن كان في مسيحي عمل جرم زي ما هم بيقولوا وزي ما الجرايد بتقول، أو مسلم العكس صحيح، فالنهارده الناس اللي موجوده جوه الكنيسه ملهاش اي علاقه بالموضوع. سؤال واضح وصريح، هل انت تقبل اي تدخل من الخارج في الشؤون المثليه؟ لا طبعا، انا جوه بلدي وجوه مصر، ما بالظبط. اقدرش اقول اكتر من كده. اللي يجيني من بره ما ينفعش. بالظبط، موجود لا جوه بلدي. ما يتدخلش بينك وما بين اخوك المسلم. لا ما يتدخلش، لكن في ملحوظه النهارده اللي حصل سعادتك، اخويا المسلم مد ايده وضربني. انا بقول ده المفروض انت اللي تمد ايدك وتشيلني. احنا حاربنا مع بعض 67، حاربنا مع بعض 73، حروبنا دايما مع بعض، الدم واحد. انا دخلت الجيش، شيخ الجامع كان صاحبي، كنت بقف انا وهو في طابور واحد. من فتره كان في حاله وفاه، المسلمين الصبح في الكنيسه قد المسلمين بالليل اكتر من المسيحيين. اذا كلنا واحد في المعايدات، بعيد على المسلم وبعيد على المسيحي، هم بيعيدوا علينا. هذا الكلام ما اختلفناش عليه، لا احد يزايد على. ولكن النهارده لما يجي القله، لما يجي القله يغيروا المفاهيم دي كلها ويحصل هذا الكلام، ونيجي النهارده احنا بنتكلم عن المحبه، ماشي، بنتكلم عن الوحده الوطنيه، ماشي. النتيجه اللي احنا وصلنا لها ايه النهارده؟ الاسر المتاذيه، الاسر النهارده اللي فقدت اعز ما عندها. لابد من ضرب بمقامع من حد على هذا المتعدد. عايزين القوه في هذا. سؤال صغير والنبي يا استاذ جرير لو اتفضل. سمحت. انا متفق معك في هذه المشاعر 100%، ومتألم يمكن اكتر منك والله اعلم. انما ما هو المطلوب؟ نعمل ايه علشان ما يبقاش عندك هذا المفهوم ان المسلم ضرب والمسيح ما ضربش؟ ايه اللي نعمله؟ لا هو مش المفهوم ساعتها. ايه اللي نعمله؟ هو مش المفهوم. هو انا عايز اقول لحضرتك ماشي على مدار بقول لي ايه اللي نعمله؟ ما هو النهارده اذا كان في ايد جايه من بره بتدس عن الطريقه دي عشان تفرق ما بيننا، المفروض النهارده ان احنا نحافظ على هذا الكلام. هقول لحضرتك على حاجه، الناحيه الامنيه، كنيسه النهارده في ليله عيد، انا بقول في استرخاء امني في الفتره دي حصل ازاي؟ النهارده دي ليله عيد، سعادتك النهارده ما احطش 3 4 ضباط مع شويه عساكر يحموني. فجرت كده ناحيه كنيسه العذراء في الزيتون، حطوا بعديها عواميد، تخش على كل كنيسه تيجي تركن العربيه تلاقي عواميد. اذا تحصل المشكله وبعدين نحل. طب ليه؟ النهارده انا سعادتك لما اقفل الشارع واعمل حواجز، لو في حاجز واحد موجود العربيات هتعدي من حواليه، هقدر اتمكن ان انا امنع اي خطر يحصل. مفيش ضابط واحد او امين شرطه واحد او اي حد، انا رايح اصلي في الكنيسه عارف ان انا ظهري محمي، عارف ان انا موجود في حمايه ربنا وفي حمايه الحكومه. معانا اتصال تليفوني من ام رامي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ؟ الله يخليك يا فندم. على فكره انا عندي ساكنه مسيحيه بقالها 3 سنين معايا، وداخله عندي عروسه وما خلفتش، وقلت لها اجيب لك الشيخ يقرا لكم على ميه وتشربوها، ووافقوا، وعايشين معانا اكتر من عيالنا. نعم. يعني وحتى عندي شقه فضيت، قلت لها لو عندكم حد قريبكم هاتوه. يعني ما فيش الحاجات الغريبه اللي احنا بنسمعها دي. نعم. عامة أنا بشكرك. سيادة اللواء كان ليه عاوز تعقيب. أنا سألته سؤال عشان يقول هذه الإجابة. بعد إذنك يا أستاذ جلال، لو حطيت قوات أمن العالم كلها ما كانتش هتمنع هذا الحادث. قد تخفف منه، قد تكون الكوارث أكتر وأكتر. أنت بتعالج أنت بتعالج القضية بطريقة أخرى، عاوز تدور على حد يتحمل المسؤولية. المشكلة مش كده، المشكلة ان في حالة احتقان بيني وبينك.
لأسباب نحن جزء منها وأنت جزء منها، كلانا يساهم في هذه الأسباب. لازم نشيل حالة الاحتقان دي، مش لأن الأمن هيحط متاريس ما الأمن حط متاريس أيام السادات، ايام السادات بالظبط، واتقتل. ما الأمن حط متاريس حوالين المساجد وفجرت. ما كانت كنيسة مسرة محاطة بسياج أمني على مسافة 300 متر واتضرب فيها قنبلة. انا هرجع تاني لسياده اللواء. ما نبقاش سطحيين فيها، نعالج المشكلة من أساسها. واحنا بنبحث عن علاج نعالج المشكلة. ايه الاحتقان سببه؟ ايه الاحتقان سببه؟ انما ما اجريش وادور واقول واجري ولا عشان تبقى حضرتك معايا في الصورة. هقول لكم سر تاريخي ما حدش يعرفه. ده نقول ان ده انفراد سنة لينا. 68 ضبط شخص سوداني مهم، وعشان نبقى محدد اسمه محمد صالح فضل، وكان في موقع سياسي هام جدا. هذا الشخص تبين أنه عميل للمخابرات المركزية الأمريكية، وكشف لنا مخططا. أنا قلت سنة كام؟ 68. خليك فاكر. لاستغلال الدين الإسلامي والمسيحي وإثارة فتنة طائفية نعم. وحددوها بالدول بأولويات. لبنان أولا، السودان ثانيا، مصر ثالثا. ونفذ، بس بالعكس، يعني كل اللي حصل انه منفذه في لبنان اولا، ثم في مصر، وبعدين اخيرا في السودان. خد بالك الصهيونيه بتلعب. انت ليك بعض الاخوه في الاقباط المهجر بيقولوا كلام ما يتسمعش وما يتقالش، ليك اذاعه بتقول كلام لا يصح ان يصدر من انسان عاقل. انت عارف مين هو. من غير ده احنا عاوزين نزيل الحالة الاحتقان. يعني انا عايز اوضح لحضرتك ملحوظه. عاوزين نزيل حالة واحنا عايزين الاحتقان. نزيل وعايزين نزيلها ازاي؟ يعني عايزين نزيلها ازاي؟ نزيلها ازاي؟ ان احنا نطرح كل هذه الحساسيات بشفافية شديدة من كل الاطراف. واحنا بنطرح الموضوع. لا مش على مستوانا يا استاذ جرجس، ده على مستوى المجتمع ككل. هو ده اللي مطلوب. انما ان نتصور ان لما هنحط متاريس، لا هو لا هو ده طبعا مش العلاج. الدواعي الامنيه لا طبيعي. لا معلش، احنا حضرتك احنا ما بنحملش الداخليه المسؤوليه، ولكن احنا بنتكلم على معلش اقول لحضرتك عندك الشعور. هو سعادتك النهارده، لا هو مش الشعور ده حضرتك. انا النهارده كمواطن مصري، هو معاليك سياده اللواء على عيني وعلى راسي، النهارده انا كمواطن مصري ماشي في الشارع بحتمي بمين؟ بحتمي بالداخليه. النهارده صح، انا النهارده وانا ماشي في الشارع سايق عربيتي ماشي في اي حته، مين اللي بيحافظ عليا؟ المفروض هو الداخليه. يعني احنا النهارده لما اجي انسق في مصيبه انت مش واخد بالك منها، ان جميع سلبيات المجتمع بتترك للامن النهارده. عارف ده معناه ايه؟ انك تقلب الدوله الى دوله بوليسيه، وهذه كبرى الجرائم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيكي. على فكره انا موجوده في الغردقه، لكن جوزي اساسا من بهجوره. اهلا بيكي. اساسا يا استاذ احمد، الاغتصاب اللي حصل من المسيحي للمسلمه هو سبب المشكله في ناجي حمادي. هو بيقول لك احنا ما عملناش حاجه. انا ما بشجعش طبعا المسلمين عملوه، الضرب اللي حصل ده طبعا مش احنا كلنا ضد ما يفرق بيننا. احنا بص، في هو لو هو يعرف ناجي حمادي في بهجوره في حته اسمها شج النصارى. دي ليها يعني شوف سنين عمرنا ما حصلت مشاكل اساسا بين المسيحيين والمسلمين. وهو اللي عمل كده، ما هو عيل مسجل مع سياده اللواء حازم حمادي. الحلقه اللي فاتت قال لك ده عيل مسجل، وكل الاجهزه الامنيه حتى نيافه الانبا بسنتي قال لك احنا اللي سلمناه. ايوه حدث هذا ولا لم يحدث؟ السبب الرئيسي هو بيقول لك ما في سبب رئيسي. بالظبط، هو السبب الرئيسي الاغتصاب ده يا استاذ احمد. تمام. هو عامه وشج النصارى ما هم من زمان الناس موجودين مع المسلمين والمسيحيين، لان احنا كلنا واحد. في اي اضافه ثانيه يا مدام حنان؟ لا شكرا. انا بشكرك. طبعا هي قالت السبب الرئيسي، وهو السبب الرئيسي هو حضرتك يعني هي برضه هي يمكن سمعت من الجرايد او الى اخره، لكن النهارده الواقعه اللي هي بتتكلم عليها مع احترامي لحضرتك يعني ما هياش دي هي السبب الرئيسي لسبب واحد. النهارده اللي احنا نعرفه اللي هو بياخد بالطرده للشرف، ده اكرم له ان هو هيجيب هذا الشخص اللي عمل هذا الكلام هيتبعه يحط رجله عليه ويقف عليه، ده اللي احنا نعرفه. لكن عشان يضرب بطريقه عشوائيه لقد اقتص الاقباط من هذا الشاب المسجل وقاموا بتسليمه الى الامن. لان احنا كلنا واحد. في كلمه خطيره قوي كان قالها سياده اللواء لما قال الامن مش هيعمل كل حاجه.
صح؟ جميع السلبيات بتلقى سيادة اللواء، أنت أول من وصل إليك معلومات بأن الرئيس السادات سيغتال في المنصة، حدث أم لم يحدث؟ لا مش أول ما وصل إليه. إيه اللي حصل بالظبط؟ في واقعة يعني كان في شخص ما اتصل بأحد ضباط مباحث أمن الدولة وأبلغه أن الرئيس السادات سيقتل في المنصة في نفس اليوم بتاع الدلال. المسؤولين عن هذه العملية حاولوا يوصلوا رسالة لوزير الداخلية في المنصة علشان يتخذ هو كان نبي واسماعيل وقتها بالظبط، ولكنه بكل أسف أهو يعمل إيه الآن؟ ما عرفش يوصل لوزير الداخلية. ما هو دي حضرتك ما عرفش يوصل يعني احنا ما بنحملش الامن هو المسؤوليه مش تحميل يا أستاذ ولكن جرجس. احنا عايزين نحل المشكله من جذورها. اذا أيوة كان النهارده انا عارف، هتعجبني. هقول لحضرتك على حاجه، انا النهارده عارف ان في مشكله موجوده بالفعل، مش ما فيش. الدليل على كده حضرتك لما تيجي يوم الجمعه عند الجوامع تلاقي عربيات امن مركزي، في الاعياد عند الكنايس، ويوم الجمعه تلاقي برضه عربيات موجوده امن مركزي. يعني موجود، يعني في نقطه من القلق، في نقطه من القلق موجوده ليس علاجها الاجراءات الامنيه. ولكن النهارده انا على الاقل اخد خطوه لقدام ان انا يبقى في دواعي امنيه بسيطه تمنع اي شيء ممكن يحصل. ان ممكن يحصل. انا عايز احل المشكله من جذورها. مش هينفع سعادتك ان انا اجي كل يومين ثلاثه واحد يروح يضرب في حته ويجي يقول اصله مختل عقليا. سناخذ انا معاك في العمليه دي، لكن سناخذ راي فضيله الشيخ محمود جميل في هذا الموضوع. هل هو العلاج امني ام اجتماعي ام سياسي؟ طيب انا اقول لحضرتك حاجه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اما بعد، الوقت انا لو عندي جسد واحد عايز يقتله، عندي جسم بني ادم انا عايز اقتله، لو الجسم ده فيه مرض وهو مجهول عني، بالتالي احاول اشوف شيء يضعفه علشان اقتله. تمام، خلاص كده. انا كجسد مصري قدام العالم كما يسمى انا فتوة العرب، انا القبضة الاساسية للعرب. لو ان تم تدمير الكيان المصري عن طريق شبابه او عن طريق فئات دينيه، ومع ذلك انا اقول لحضرتك مثال بسيط واسمح لي ان انا اتكلم. يعني لو احنا شفنا على شاشات الاعلام الان هنلاحظ قضيه 100 قضيه مصر تضرب عن طريق الجدار، تضرب ما بين فلسطين، الاذاعه او قناه الجزيره دعني حرب على كثير، موضوع المباريات، ثم جاء احداث نجع حمادي. كل هذا يصب في الكيان لانه يريدون ان يدمروا مصر التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. دي رقم واحد. وبعدين أنا كمسلم عايز أسأل أخويا جرجس سؤال، هل أنا كمسلم ماذا افترض على الإسلام؟ عندي آية كريمة في خواتيم سورة البقرة اشترط الله عز وجل على كل مسلم بأن يقول، قال الله عز وجل في كتابه العزيز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قبلها الله عز وجل قال آمن الرسول، انظر أخي الحبيب، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل من قال لا إله إلا كل آمن بالله، انظر أخي الحبيب، وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. عندنا في الفقه الإسلامي من قال أن عيسى ليس برسول هو كافر، من قال أن الإنجيل ليس كتاب رب العالمين هو كافر. هذا قول الإسلام عندنا. بل إن النبي، دعني أخي الحبيب ولو لحظة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يقول أنا أولى بعيسى. لماذا يا رسول الله؟ لأن الأنبياء أبناء علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا قال ليس بيني وبينه نبي. انظر إلى الكلمة، ليس بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. ثم عندنا أول من بشر، هناك نبوءات بالنبي محمد، لكن من الذي بشر بالنبي؟ هو عيسى عليه السلام. عندنا نقول اعطني أي مسلم إذا قلت عيسى قال عليه السلام، بل قال على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. طيب ماذا قال القرآن في القسيسين والرهبان؟ هنا أخي في لطيفة أفردها الفخر الرازي في كتابه التفسير الكبير من أجمل ما تكون. قال اقرأوا قول الله عز وجل، ووضع فيها مسألتان، أنا أميل إلى المسألة الثانية. يقول فيها الفخر الرازي اقرأ قول الله عز وجل حينما قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا لم يأتي بالمشركين وإنما أتى باليهود بداية، فقال اليهود والذين أشركوا، ثم قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. انظر أخي الحبيب إلى التفسير، قال لماذا جعل الله اليهود هم أشد على المسلمين من إخوانهم النصارى؟ قال لأن اليهود أبناء شدة، داؤهم المكر وداؤهم الغضب، بأنهم تعالوا على رب العالمين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
ألم يقولوا ذلك؟ قالوا إلى موسى ادع لنا ربك، هم ماديين، لكن النصارى انظر بما وصفهم رب العالمين، وصفهم بصفات من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك بأن من ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان. ومعلش سيب نقف هنا، لماذا قال قسيسين ورهبان؟ نعم، لأنهم هم الذين درسوا الإنجيل وعرفوا ما فيه من أحكام. الأحكام في المسيحية وفي اليهودية الحقيقية وفي الإسلام تبنى على مصالح 5، هي حماية النفس وحماية العرض وحماية الدين وحماية المال وحماية العقل. كلها حماية أمنية. 5. ولذلك انظر إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا فقد أذاني. الله، انظر أذى من؟ أذى رسول الله. المسلم آذى ذميا فقد آذى النبي. ومعلش هنا كلمة أخويا جرجس قالها، المشكلة تأتي من الكنيسة ومن المسجد ومن الأمن. الحل بقى ازاي؟ أقول لحضرتك ازاي. أنا عايز الحل. الحل أن هناك أفراد تخصصوا في أن يحتكروا فكرا على أنه هو الفكر السائد، على أن هذا الفكر هو الدين، فكفروا بعض النصارى. ومن إخواننا النصارى من احتكروا فكرا بأن المسلمين هم أعداء الدين. مين اللي احتكروا الفكر ده؟ هؤلاء المتطرفين الذين نجدهم الآن. تمام. ولذلك أستاذ جرجس هل لك تعقيب؟ وانا يعني معلش انا على يعني مر التاريخ اللي فات ده كله، انا ما شفتش ان في حد من المسيحيين في بالنسبه له حاجه بالنسبه للمسلمين. يعني احنا لا ننكر هذا الكلام، احنا بنقول ان احنا واحد، وطن واحد، وحده واحده، عايشين مع بعض. انا النهارده بتعامل مع المسلم، قاعد معاه ليل ونهار، بناكل مع بعض، بنشرب مع بعض. الشيخ محمود قال دلوقتي ايات جميله قوي، النهارده تطبيقها العملي في الوقت الحالي انا بستمع له، عايز اشوف لها معنى. ما هو هذا انا على الوضع اللي حصل. أنا أقول لحضرتك حاجه خطأ مشترك. ما انا اقول لحضرتك انا على حاجه في نقطه. انا عايز اوضح نقطه مع احترام لحضرتك. هو الخطأ المشترك ده ايه وجه الاشتراك اللي فيه؟ لان هو في اول العباره الخطأ جاي من الكنيسه والى اخره. لا انا قلت من الكنيسه والمسجد. حلو. ما هو الخطأ الوارد؟ ما انا عايز حد يوضح لي هي ايه الكلمه دي بدايه، ايه الخطأ اللي وارد مني انا كمسيحي تمام عموما من وجهة نظرك ايه الخطأ؟ وجهة نظرك يعني هقول لحضرتك الخطأ جاي منين. النهارده لما بتلاحظ في اشكال ما بين واحد من ابنائنا الصغيرين اللي طالع بيرى بعض الاولاد من اخواننا النصارى في احد المدارس على سبيل المثال، ثم يناقشوا في قضية دين بين طفل، بين أن عيسى أفضل من محمد، وأن عيسى هو الذي يفعل كذا وكذا. مين اللي دخل جواهم هذا الفكر؟ هي دي بقى اللي أنا أريد أن أقف قصادها. ومع ذلك أنا أقول لحضرتك إيه، هناك أيد خفية تلعب في الظلام. سيادة اللواء، لقد احتد النقاش، ولكن ليس هناك يعني هي ظاهرة صحية عشان نعالج نفسنا. تمام؟ انت من وجهة نظرك الأمنية الثقافية الفكرية التي ترغب من خلالها حماية أمن المجتمع، أن نناقش هذه القضية بشفافية كاملة من كافة أطرافها وأبعادها على مستوى اجتماعي سياسي، وأن تتخذ الإجراءات الحاسمة لعلاج هذه المشكلة. هل عند حضرتك أمثلة لإحدى لقضية معينة تم مناقشتها في مناقشتها أمنيا من قبل تطرف فكري؟ أنا كنت مدير أمن بورسعيد، وكانت هناك حساسية بين فريقين، بعضهما مسيحي والآخر مسلم. نعم. دون أن أفصح عن ما كان في ذهني، عملت مشروع اقتصادي بدعم من المستثمرين من أهالي بورسعيد ملك لشباب من أبناء المسيحيين والمسلمين. هذه الرابطة الاقتصادية قضت تماما على الحساسية التي كانت موجودة. أخطر من هذا في نفس المحافظة الشيخ عمر عبد الرحمن، أعتقد البعض يعرفه، اللي هو كان أفتى بقتل السادات، كان بيتردد على بورسعيد علشان يخطب زي مولانا ما بيقول وزي بيقول ويؤجج نار الفتنة، وفي المقابل كانت الكنيسة بترد بطريقة أو أخرى. أنا خدت الشيخ عمر عبد الرحمن بنفسي ورحت الكنيسة، وكان الرد إيجابيا 100%، وانتهت المشكلة ما بين عمر عبد الرحمن
اظن كان اسمه ابونا تدرس، ما كنتش ناسي يعني. اللي انا عاوز اقوله بس في الجزئيه دي هو ليس لان الاخوه المسلمين لم يقوموا بافعال عامه شامله بضخامه ما يقوم به المسلم ضد المسيحي يبقى معناها ان لا، لانه انا ما بحبش استخدم اللفظ ده حكايه اقليه واكثريه. انما هناك اخطاء من بعض الاخوه المسيحيين زي ما هناك اخطاء جسيمه من بعض الاخوه المسلمين. ما نحطش راسنا في الرمل وما ندور. احنا مش بندافع، بالعكس احنا مش بندافع، احنا مش بالعكس مدافع. عندك انت هذا الشعور، انا عاوز اشيل الشعور ده من خلال مناقشه موضوعيه جاده. ليه الشعور ده وصل ليك؟ لما اما على حق وهناك بعض الاشياء انت على حق فيه، او على باطل، فلازم اصحح لك المفهوم ده وما يبقاش ونقطة عندك اللي على حق سعادتك النهارده. انا لما اوصل بعد الموقف النهارده اللي بيتذاع في التلفزيون والناس كلها بتشوفه، ان الطفل النهارده اللي كان بينزل من الساعه 6 الصبح عايز يروح الكنيسه، مش عايز يروح الكنيسه، خايف. شوف انا وصلت النهارده الطفل اللي طالع لايه؟ معلش لا انا النهارده ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. النهارده انا بوضح ما قلناش حاجه بقالنا ساعه. لا احنا عملنا كده. انا عايز اوصل ان انا عايز اقول لحضرتك يعني في اقل من دقيقه واحده، احنا ليه هو الوقت داهمنا على فكره، لكن هناك دقيقه واحده في اقل من دقيقه. ليه عايزين نبني وندم كيان مصر كله على حادثه واحده؟ ليه عايزين نبني وندم كيان مصر كله على حادثه واحده؟